السلام عليكم ورحمة الله. هنري يحيي مبابي بعد معادلته رقمه القياسي. حيا اللاعب الفرنسي سابق تيري هنري كيليان مبابي بعدما التحق به في ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي عقب تسجيله هدف ضد أوكرانيا في تصفيات المونديال. هنري بعث برسالة قدم خلالها تحية وتهنئة لمبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشاد فيها بإنجازه، فلم يتردد مبابي في الرد عليه. مبابي أصبح يحتل المركز الثاني مناصفة مع تيري هنري في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب الديوك برصيد 51 هدف. حسين سيفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2025. أشاد علي بارات وكيل الأعمال بموهبة ديان حسين مدافع ريال مدريد، مؤكدا أنه قادر على إعادة تعريف مركز قلب دفاع في كرة القدم الحديثة تماما كما فعل الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور في حقبته. وأضاف بارات في تصريحاته: أعتقد أن حسين سيفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2025. موقف ريفالدو من قرار تشابي ألونسو مع فينيسيوس جونيور. علق البرازيلي ريفالدو على تعامل تشابي ألونسو مع فينيسيوس جونيور، مؤكدا أن ما حدث لا يمكن اعتباره عقابا بل خطوة تكتيكية لمساعدة اللاعب في التطور. وأوضح أن دخول فينيسيوس كبديل كان بهدف تحفيزه على تقديم أفضل ما لديه، وهو ما انعكس سريعا بتسجيله للأهداف. وأضاف ريفالدو أن تشابي ألونسو مدرب مميز ويدرك تماما عقلية اللاعبين الكبار، مشيرا إلى أنه يسعى دائما لاستخراج أقصى ما لديهم، كما أكد أن فينيسيوس لاعب مهم جدا في مشروع الفريق، وتشابي يعرف جيدا كيف يستفيد من إمكانياته لتحقيق أفضل النتائج. برادغي يسير على خطى ماستانتونو بعد موافقة الليغا. ذكرت صحيفة آس أن رابطة الدوري الإسباني وافقت رسميا على تسجيل روني برادغي ضمن صفوف برشلونة بخطوة مشابهة لما حدث مع الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو في ريال مدريد. وأشارت الصحيفة لأن الجناح السعودي أدرج في قائمة الفريق الرديف وسيرتدي القميص رقم 28، رغم أنه سيظل عنصر ثابت في الفريق الأول خلال الموسم الحالي. موهبة جديدة في ريال مدريد. كشفت صحيفة ماركا أن روبرتو مارتين لاعب خط وسط ريال مدريد البالغ من العمر 19 عام يعيش صيفا استثنائيا بعد أن تمكن من الظهور مع أكثر من فريق داخل النادي. روبرتو مارتين شارك مع تشابي ألونسو في مباراة ودية للفريق الأول ضد تيرول، كما خاض لقاء رسمي مع كاستيا تحت قيادة ألفارو أربيلو، وقد يكون على موعد مع ظهوره الأول اليوم مع ريال مدريد أمام موسكاردو، ليكمل بذلك ثلاثية مميزة من المشاركات خلال أسابيع قليلة فقط. مارتين الذي كان قائدا للخوفينيل الموسم الماضي برز كأحد أهم مواهب الأكاديمية بفضل أدائه القوي وتأثيره الهجوم الواضح، ما جعل أربيلو يمنحه أدوارا قيادية مبكرا. الأداء المميز للاعب دفعه ليصبح عنصر ثابت مع كاستيا، وفي الوقت نفسه تحت أنظار تشابي ألونسو الذي استدعاه للتدريبات مع الفريق الأول. أردا غولر يتحدى كارفاخال. كشف نجم ريال مدريد أردا غولر أنه تحدث مع زميله داني كارفاخال حول صعوبة المواجهة بين المنتخب التركي والمنتخب الإسباني، مؤكدا أن الجميع يدرك حجم التحدي الذي ينتظرهم الاثنين. وأضاف غولر: عندما أعود إلى مدريد أريد أن أكون في صف المنتصر، في إشارة واضحة لطموحه بتحقيق الفوز مع المنتخب التركي، اللغز الذي سيحسم خريطة وسط ريال مدريد. يعيش ريال مدريد حالة من التوازن القوي في خط الوسط خلال المباريات الأخيرة، حيث يواصل الثنائي أورلين تشاوميني وفيدريكو فالفيردي تقديم أداء رفيع المستوى يجمع بين الصلابة الدفاعية والانطلاقات الهجومية، ليشكل حجر الأساس في منظومة المدرب تشابي ألونسو. وفي الوقت ذاته برز النجم التركي أردا غولر كأحد أهم مفاتيح الإبداع في الفريق بعدما قدم مباريات لافتة ساهم خلالها بهدفين وتمريرة حاسمة، مؤكدا أن بإمكانه أن يكون عنصر فارق في الخط الأمامي من وسط الميدان. ورغم هذه التوليفة المميزة يبقى السؤال الأبرز داخل البيت المدريدي مرتبطا بعودة جود بيلينغهام، فالنجم الإنجليزي يعتبر الورقة الأهم في مشروع الفريق، وعودته ستحدد بشكل كبير توزيع الأدوار وتوازن الخطوط سواء في البناء الهجومي أو في صناعة الفرق في الثلث الأخير. بين هجوم مبابي
بين هجوم مبابي ودفاع مدريد، الريال يكتسب ملامح البطل. سلطت صحيفة آس الإسبانية الضوء على الأداء المتصاعد لريال مدريد هذا الموسم، مشيرة إلى أن كيليان مبابي لم يكتفي بدور المهاجم الهداف، بل بات يظهر بثقة القائد داخل أرضية الملعب. النجم الفرنسي يتشارك صدارة الهدافين ب3 أهداف ومع ذلك فإن الأهم هو تحسنه الواضح في المراوغة وانسجامه المتزايد مع زملائه، مما يعزز من حضوره كعنصر أساسي في مشروع الفريق. وعلى الطرف الآخر من الملعب يواصل الخط الخلفي إثبات صلابته، حيث شكل تيبو كورتوا بجانب الثنائي هوسين وكاريراس جدارا دفاعيا متمسكا. الأداء المتميز لهذا الثلاثي برز بشكل واضح قرار النادي بالتعاقد مع كاريراس وهوسين بعدما أظهر قيمتهما الحقيقية في الانسجام مع المنظومة الدفاعية وتقديم أداء متكامل يمنح الطمأنينة للجهاز الفني. وبين ثقة مبابي أمام المرمى وتماسك الدفاع في الخلف، يبدو أن ريال مدريد يسير بخطى وثقة نحو موسم كبير مليء بالطموحات والتحديات. أصعب مواجهتين على الريال في دوري أبطال أوروبا. علق نجم سابق لريال مدريد ستيف ماكمانامان على قرعة دوري أبطال أوروبا الخاصة بالفريق المدريدي، معتبرا أنها متوازنة بين مواجهات صعبة وأخرى يمكن إدارتها. ماكمانامان قال: ريال مدريد حصل على قرعة صعبة في بعض الجوانب، لكن هناك مباريات يجب أن يفوز بها مثل يوفنتوس على أرضه، موناكو على أرضه، وحتى أولمبياكوس. أما مباراة مانشستر سيتي وليفربول فهما معقدتان للغاية، وهذا هو جوهر الشكل الجديد. مباراتان صعبتان، مباراتان أكثر قابلية للإدارة، وعيدة مباراة قد تسير في أي اتجاه. وأضاف: الأمر لا يختلف كثيرا عن معظم الفرق الإنجليزية. أحببت شكل البطولة في الموسم الماضي وأتطلع لرؤية كيف ستكون هذا العام أيضا. انتهى ملخص أخبار ريال مدريد. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك لهذا الفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات، وفي النهاية صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.